انا سارة، ولو انت سامعني دلوقتي يبقى انا فعلا رجعت هناك تاني، مش بإرادتي. انا حاولت انسى عمارة الحارس، حاولت اعيش طبيعي، بس كل حاجة كانت بترجعني تاني. الاحلام ما وقفتش، بقيت اشوف نفس الممرات، نفس الهمسات، ونفس الشخص اللي ملوش ملامح. بس المرة دي ما كنتش في حلم، كنت بصحى والاقيه واقف قدامي، كان بيبصلي وساكت. لحد الليلة دي صحيت، لقيت نفسي في الشارع، مش فاكرة خرجت امتى ولا ازاي. كنت بمشي ورجلي بتتحرك لوحدها، كل الطرق كانت بتوديني لنفس المكان، عمارة الحارس. وقفت قدامها والباب كان مفتوح، كأنها مستنياني. دخلت والهدوء كان تقيل يخنق. طلعت السلم، بس كل دور كنت بطلعه المكان كان بيتغير. الأدوار بقت أطول، أوسع، مش طبيعية. الأبواب مفتوحة جوا كل شقة، ناس واقفين ساكتين وبيبصوا عليا. نفس المكان، نفس السكان، بس مش هما. وشوشهم مش واضحة، كأن مفيش ملامح. حاولت أجري بس سمعت صوت ورايا قال رجعتي. لفيت بسرعة وانا خايفة، بس ما لقيتش حد. بس لقيت كل الابواب اتقفلت مرة واحدة. بدأت اسمع همسات بتقول هي دي، هي دي. جريت على السلم بس ما لقيتهوش. لقيت بداله ممر طويل مظلم وفي اخره نور احمر. كنت عايزة اهرب بس جسمي كان بيتحرك لوحده. مشيت لحد ما وصلت الباب قديم مكسور. زقيت الباب ودخلت. شميت ريحة نار ودخان، واول ما دخلت شفت المكان. كانت نفس الحفرة اللي مليانة نار، ونفس الرسمة اللي على الحيطة اللي فجأة لقيتها على ايدي وانا في البيت. دخلت بس المرة دي كانوا مستنيين، كلهم كانوا واقفين حوالين النار. ولما دخلت بصوا عليا، وفي النص كان هو الشخص اللي ملوش ملامح. بس المرة دي كان قريب، قريب جدا. وهمس كده كملت. كنت عايزة اصرخ بس صوتي اختفى. حاولت اهرب بس حد مسكني، وحد تاني قال القربان رجع بإرادته. وقتها فهمت انا ما كنتش ضحية، انا كنت جزء من اللعبة. خروجي المرة اللي فاتت كان عشان ارجع. بدأوا يقربوني من الحفرة، النار كانت بتعلى والهمسات بتزيد. وفجأة شفتها واقفة وسطهم بصالي. انا بس مش انا، دي نسخة مني بتبتسم هادية ومش خايفة. فهمت الحقيقة، العمارة مش بتقتل، العمارة بتبدل. كل واحد بيدخل بيسيب نسخة والنسخة بتكمل.
حاولت اقاوم، صرخت ووقعت والنار قربت مني. فجأة سمعت صوت رصاصة، كل حاجة وقفت والنور اختفى والصوت سكت. لما فتحت عيني كنت برا والناس حواليا والشرطة واقفة وبيقولوا اني نجيت. رجعت بيتي، بس انا عارفة الحقيقة من يومها وانا مش لوحدي. في المراية وفي الازاز في الضلمة نسختي بتقرب كل يوم اكتر واكتر واكتر، لحد ما في مرة بصيت في المراية لقيتها بتبتسم وانا ما كنتش ببتسم. وساعتها فهمت. انا خرجت من العمارة بس مش متأكدة مين فينا اللي خرج، واللي بيروح العمارة دي مش بيرجع زي الأول نهائي.